السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبصوا بقى كده، ورجعت ريما لعادتها القديمة. خلصنا من الفسح والخروجات وتغيير الجو، ورجعنا بقى تاني لشغل البيت والمطبخ ووجع الكبد وغسيل المواعين. يا حبايب قلبي، اهم حاجة غسيل المواعين. مع اني والله كنت بغسلها برضو في الايام اللي فاتت، بس كان الخروج شوية بيفك عن النفسية. المهم زي ما اتعودتوا معايا على طريقة الفراخ، برضو بشوحها شوية في شوية زيت وحتة زبدة، وبحط معاها فصين حبهان وورق لورا وشوية فلفل اسود وبصلة كبيرة وطماطماية، وبسيبهم شوية على النار كده ياخدوا ويدوا مع بعض، وبعدين بنزل عليهم بمية سخنة. زي ما تعودنا. هنا فيديو النهاردة برضو فيه أكل على السريع، وفيه برضو استعدادا وتجهيزات لسفر أخو جوزي. فهنبتدي من النهاردة مع بعض كده ايه، نستعد ان هو ايه من غير شر مسافر يعني. فبقى ايه، نستعنا على الشقة بالله كده، وبدأنا نغسل في المواعين. اول حاجة انا لسه بغسل في اول كوباية اتكسرت معايا زي ما انتوا شايفين كده، والحمد لله ان هي معورتش ايدي يعني. فبقيت ايه، واحدة واحدة اخد بالي. دلوقتي الاسعار نار، وسعر الكوباية يا جماعة عدى معرفش بقى، فيه ارقام فلكية كده في الكوبايات. فاللي عندها كوباية، اللي عندها معلقة، اللي عندها طبق، تحافظ عليه. لان اقسم بالله بعد كده ما هنعرف نشتري اصلا كوبايات القهوة الصغيرة دي، مش كوبايات الشاي. فزي ما انتوا شايفين دخلت المطبخ وقلت ايه، الاول علقت كده على الفراخ، وقلت وانا عبال ما تاخد وتدي شوية مع نفسها كده، اكون ايه شطبت الحوض كده وروقته، عشان خاطر ايه اعمل معايا برضو مع الفراخ التانية دي معايا فرخة بلدي. لان هاني وابو كريم يعني بيحبوها، فقلت اعمل لهم ايه فرخة بلدي كده برضو النهاردة مع الفراخ البيضة. انا عندي الولاد بيحبوا الفراخ البيضة وهم بيحبوا الفرخة البلدي. ادي بصوا زي ما قلت لكم، سبتها شويه تاخد وتدي كده مع نفسها في البصله والطماطمايه، وبعدين هحط عليها ميه بتغلي. الميه اهي دخلت خلاص، بقى شويه صغيرين وهتغلي، وبزود بقى كذا مره يعني. جبت شويه رز صغيرين خالص على قد الفرخ، يعني كوبايه صغيره، وحطيت عليهم بصلايه قطعتها صغير، وشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه زيت. وببتدي ايه احشي بين الوراك بتاعت الفرخه كده، بدخل شويه رز، وفي الفرخه من جوه برضو بحط ايه باقي الرز معايا. ما بملهاش على الاخر خالص عشان خاطر تبقى كويسه يعني، ويستوي الرز فيها من جوه. عندي هنا القناصة حطيتها في اخر الفرخة كده عشان ما توقعش الرز. وزي في نفس الحلة اللي فيها الفراخ التانية هسقط معاها الفرخة البلدي. بس طبعا الفراخ التانية لسه ما دخلتش في السوا، الكلام ده انا كنت لسه منزلاهم، كنت مجهزة الفرخة وحطيتها معاها على طول، عشان ما ينفعش الفراخ تبقى مستوية واحط عليها فرخة نية واطلع الفراخ دي بدري، بيبقى لسه في بكتيريا كده في الفراخ، ما بتبقاش ايه ماتت او اتقتلت، فلازم اقتلها الاول. المهم هعمل معاكم طبق مكرونه النهارده على السريع وطعمه جميل. المكرونه دي من اسهل المكرونات وطعمها بيبقى حلو قوي قوي يعني. ما فيهاش افتكاسات ولا اي حاجه جديده. بتحمري المكرونه كويس حسب ما انتي عايزاها، بتبقى غامقه قوي او لونها فاتح، وبتنزلي عليها بشوربه. بس بقى كتري في الشوربه. ليه؟ لان المكرونه دي بتحب يبقى فيها ايه شويه شوربه حلوين كده في الاخر يعني. بقفل عليها وهي لسه فيها شويه شوربه كويسين كده. زي ما انتوا شايفين كده معايا بزود الشوربه شويه. طبعا الشوربه بتبقى بتغلي، فانا على طول غاليه واحده وبحطها على عين. معايا طبعا فص ايه يا جماعه، معايا ماجي وشويه فلفل اسود تاني، بظبط طبعا الحدق بتاعها، واحطها على العين الصغيره واوطي واغطي واسيبها بقى براحتها. هنا الفراخ دي استوت، الفرخه البلدي شويه بتاخد سوا. بصوا بقلب في المكرونه كل شويه. انا هنا جيت احط واحده ماجي هناك اتلخبطت وحطيتها في الشوربه نصها، فقلت هكمل هنا ايه، حطيت النص التاني هناك وزودت شويه شوربه. بصوا هي بتاخد شوربه كتير. وهنا طلعت الفرخه كده استوت، وبدات ايه احمر الفراخ. انا عندي بقسم الصدر نصين والورك اتنين عشان يتحمروا كويس يعني من جوه كده، يبقوا متحمرين.
وادي الفرخة بقى معايا. الفرخة البلدي بحمرها كاملة زي ما هي، ما بقطعهاش. فزي ما انتوا شايفين كده بحمرها على جميع الاتجاهات، وبخليها متحمرة كويس، يعني لونها كده احمر كده. طبعا انتوا اتعودتوا معايا، برش شوية فلفل اسود على الفراخ. بصوا شكلها بقى طالع تحفة ما شاء الله. الرز اللي فيها من جوه بيبقى مستوي وطعمه جميل جدا. عملت شوية سلطة بس خيار وطماطم وفلفل، ما كانش الجرجير جابوه هناك اهو بس متأخر، فقالوا لي خلاص هناكله كده يعني. فالمهم ايه، وغرفنا بقى. بصوا المكرونة، طبق مكرونة بقى من الاخر، لا فيه لا صلصة ولا طماطم ولا بصلة ولا اي حاجة. وطعمها يا جماعة حلو قوي، بس لازم تخليها بصوا تحس انها فيها سنة شوربة كده من تحت. وبدأوا الولاد يودوا للأكل كده. طبعا ده علي، ادي حودة هياخد طبق الشوربة. وكده ايه خلاص خلصنا كده غدانا النهاردة، غدا سريع وخفيف. وبصوا بقى خرجنا بالليل عشان خاطر ابو كريم خلاص بيستعد للسفر يعني ان شاء الله باقي له يومين بس من غير الشر يعني ويسافر. فبقى قلنا ايه نروح نشتري الطلبات بتاعة السفر. انتوا عارفين اي واحد بيبقى مسافر بياخد معاه هدايا، طلبات ناقصاه، حاجات هو عايزها. فالمهم نزلنا اسماعيليه. طبعا رحنا اول حاجه محمصه الاسماعيليه اللي هي الكبرى ديت، اللب بتاعها حلو قوي يا جماعه. رحنا خدنا البنات معانا ونزلنا قلنا ايه نجيب شويه لب يعني ياخدهم معاه. بصوا الفول ما شاء الله بتاعها حلو قوي. وادي بقى الفول السوداني وفول محمص وفول من غير ملح. اللب بتاعها باشكاله. بصوا المحمصه فيها حاجات حلوه قوي، فيها عسليه وفيها برضو شوكولاتات بسكوتات حاجات زي كده. فيها الحاجات اللي هي التسالي اللي هي بيسموها ايه الحاجات دي، زي الفنكوش والفشار، حاجات كده بالمكسرات. المهم ايه حاجات يعني تسالي، وشيبس وبن وجميع انواع الحاجات اللي انتوا عارفينها، وتمر وحاجات من دي. طبعا محمصة حلوة برضو ما شاء الله، فيها حاجات كتير يعني. وهنا بدأ بقى ايه برضو يجهز الطلبية. خلصنا بقى من المحمصة كده وطلعنا على حلواني طيبة، هو جنبه على طول. عايز بقى، هو كان عايز برضو حلويات لأصحابه ومعارفه هناك وكده يعني. فبقى ايه كان عايز اخد بسبوسة. رموش الست بتاعتهم حلوة قوي على فكرة وطعمها جميل. قلت برضو اخد لكم جولة كده في المحل ايه على السريع. عندهم الكحك والغريبة البيتي فور، بسكوتات، المخبوزات برضو عندهم انواع كتير، شوكولاتات. الناس طبعا اللي في اسماعيليه عارفه طيبه، وطيبه ليه كذا فرع يا جماعه في اسماعيليه، يعني في تقريبا مش عايزه اقول لكم 5 6 فروع موجودين في محافظه الاسماعيليه. اخدنا كده برضو الطلبات بتاعتنا وحطيناهم في العربيه وقلنا ايه نكمل اللي ورانا. فكنت عايزه بقى خضار، قلنا ايه نروح سوق الجمعه. انتوا عارفين بقى لعبتي زي الهايبر بالظبط سوق الجمعه، فقلنا نروح نشتري شويه خضار من هناك. طبعا معايا البنات هنا، قلت ناخد لكم لقطه كده من العربيه قبل ما ننزل السوق. بيعملوا لكم باي طبعا وبيسلموا عليكم حنونه وملك. كده خلاص وصلنا عند سوق الجمعه. هجيب طبعا شويه طلبات بقى عشان كالعاده هنعمل محشي قبل السفر. انا عارفه انتوا زهقتوا من المحشي وانا زهقت اكتر منكم. انتوا عارفين انا جالي وقت كنت بتمنى فيه اكل محشي، بقول نفسي اكل محشي، دلوقتي كرهته، كرهت المحشي يا جدعان. وصلنا البيت. بوريكم بقى الطلبات اللي احنا جبناها، الفول وطبعا اللب وحاجات بقى من السوق، البطاطس. والاسعار الخضار بقت نار. انا مش عايزه اقول لكم الاسعار بقت عامله ازاي. يعني البطاطس تقريبا الكيلو وربع ب10، الكوسه ب10، البتنجان ب10، الجزر ب10، البصل الكيلو وربع والكيلو ونص حسب. الفلفل يا جماعه ب12 جنيه. الفلفل الاحمر الرفيع ده ب25 جنيه. في ايه تاني، البسله ب20. يعني شويه طلبات قد كده 300 400 جنيه وانتي ما جبتيش غير خضار بس من السوق. مش عارفه في ايه يعني، الله يكون في عون الناس طبعا. جبنا طبعا جرجير وخضار للمحشي، الكرنبه ب25 جنيه تقريبا.
بس الراجل اداها ب20 يعني جبنا منه طلبات كتير، قال خلاص خدوها ب20. طبعا عشان انا عندي تاني يوم بقى هيبقى فيه محشي واكل كتير، ولسه بفكر مش عارفه يعني، كان يمكن ان هما كانوا عايزين ممبار بس كنت في الوقت ده مش عارفه هيلاقوا ولا لا يعني. فالمهم ايه، جبت قلت بقى اما اقعد بالليل كده وهم قاعدين اظبط اقور الكوسه واقور البتنجان واجهز الحاجه عشان اصحى الصبح يبقى على قد الايه الشغل على طول. بصوا بقى، اللي عايزه تعمل محشي وتخليه لتاني يوم، ما تغسليش البتنجان، يعني الكوسه بتاعي عادي، الفلفل عادي، بس البتنجان ما تغسليهوش، لو غسلتيه بيجلد يعني بيبقى جامد. فالبتنجان اعمليه وحطيه في كيس واقفلي عليه وحطيه في التلاجة، ممكن يقعد معاكي يوم او يومين عادي جدا، ما بيجرالوش اي حاجة. ده لو انت عايزة تعمليه تاني يوم، لو هتعمليه في نفس اليوم عادي، بس عشان يبات معاكي ما تغسليهوش. طبعا كالعادة وانا بعمل في البتاع قالوا لي عايزين نتعشى، قلت طب خلاص هاتوا بقى قشر بطاطس وانتوا اللي واعملوا اللي انتوا عايزينه وانتوا واقفين. ست حنونة بتاكل كورن فليكس، كوباية شاي بقى على السريع، وزي ما انتوا شايفين كده قلت ما ايه اجهز الحاجة دي عشان اريح نفسي تاني يوم. الواحد لما بيبقى ملبوك وعنده كذا حاجة بيعملها، فحاولي على قد ما تقدري اعمليها في نفس اليوم، بالليل يعني قبلها بيوم بالليل. طبعا الكوسة احنا عارفين في حتة فيها من تحت كده بنشيلها والبوز بتاعها وبنقور. انا بحب اخلي التقوير بتاعي رفيع قوي، يعني ما بخليش لحم في الكوسة قوي من جوه، بنضفها على قد ما اقدر يعني. وهخلص بقى الكمية اللي موجودة معايا، الكوسة والبتنجان. الفلفل انا بقوره قبل الحشي على طول برضو، ما بحشوش ما بقوروش، بصوا ما بقوروش قبلها بيوم. استعدادا برضو لتاني يوم قلت اما اجيب الخضار انقيه وانا قاعدة واخلص منه هو كمان، عشان خاطر اصحى الصبح ابقى اغسله على قد التقطيع على طول. انا ما بحبش اقطعه قبلها بيوم، بس انا بنقيه واحطه في التلاجة وقبلها على طول بغسله واقطعه. خلصت وجبت كمان الجرجير، قلت ما انضفه كمان بالمرة واركنه برضو نضيف في التلاجة عشان ما يبصش معايا. وكده بقى انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. بتمنى بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.